نصيحه لوجه الله، يوم ما تروح تركب شاشه او حد يركب لك شاشه تاكد اولا من الحامل. اهم حاجه يا جماعه الحامل ده لازم يكون مربوط بالاربع مسامير جامد وكويس جدا عشان خاطر تشيل. ليه بقى دلوقتي اللي جاي بالاشتراك اللي جاي بالشاشه هجيب الشاشه ب 40 ب 50 ب 60 زي ما تيجي. اهم حاجه في القصه دي ما تسترخص، سواء حامل متحرك وده ما وصلش بيه كتير، يا اما سالت زي كده. السالت زي كده لازم الاربع مسامير ويكون الفيشر بتاعه جامد وكويس جدا. تمام معايا دلوقتي وانا بركب لك الشاشه وتبص على كل حاجه نفسك عشان خاطر ما تقعش في المشاكل اللي بنحصل بيها، وهوريك الشاشه اللي تبقى حاصل بيها ايه. تمام معايا. دي الفينش بتاع الشاشه يا جماعه زي ما قلت لك. ركب هتلاقي فيه مسمارين من تحت كده، يا ريت تحاول تربطهم على قد ما تقدر عشان خاطر الشاشه تبقى معاك سليمه ممتازه زي الفل. وحاول وانت قاعد تخلي الشاشه بحذاك بعلو منك حاجات بسيطه زي كده عشان ما تقعش تبقى رقبتك طويله لفوق وفيها مشاكل كتير رقبتك، وتفضل تشيل تاني وتركب وتكسر المسامير وتشيلها وتنزلها تاني تحت. خليها بالمستوى اللي انت شايفه وانت قاعد مرتاح. واهم حاجه زي ما قلت لك اربط الامان ده، هي شمال ويمين بيبقى فيها امان. بالله عليك حافظ على حاجتك، حافظ على نفسك عشان خاطر لا قدر الله لو فيها حاجه انت بتشيل الهم وانت اللي بتتعب وانت اللي تدفع فلوس. فعشان كده بديك المعلومات وبديك الحاجات بمرض ربنا. تابعنا على القناه، لايك وشير وصلنا عندك.